أنا اسمي قلبهار. نحن هلا بمنطقة كوباني بين الحرب. نحن وحدات حماية المرأة. نحن عم نحارب مشان وطننا، مشان أرضنا. هلا يعني الإرهابيين اللي اسمهم داعش عم يحاربوا بالمدفعيان، بهاون، بدبابة. نحن جي عم نحارب بهذه السلاح البسيطة، عم نحارب قدام الدبابة. يعني نحن عم يعني نحارب مشان نحمي الإنسانية. يعني كيف هن عم يحاربوا، لا يعني بيشوفوا قدامهم مرأة ولا أولاد ولا رجال، عم يحاربوا، عم يقاتلوا الأولاد. يعني نحن عم ندافع عن هذا الأولاد وأرضنا، هيك عم نحارب. يعني نحن صارت هلأ 52 يوم نحن عم نحارب. نحن بإرادتنا وبفكرنا، يعني نحن عم نحارب مو بأدوية. هنن عم يحاربوا بأدوية وما بعرف شو، عم يأكلوا أدوية أما نحن عم نحارب بفكرنا وبإرادتنا مو بالأدوية. لحد هلا وبعدها ورحنا نحارب. لو حتى نقطة دم بجسمنا رحنا نحارب. أنا فندق زغرس من كوباني. أنا جاي يوم واقف ضد داعش، عم نحارب، عم ندافع عن وطننا، بدنا نحمي وطننا من داعش. داعش يوم فايت يعني على أراضينا، عم ياخدوا أراضينا منا، بس نحنا ما رح يعني خليهم ياخدوا أراضينا منا. فاكرين إنه نحنا رح نستسلم بهي السهولة، بس استسلام مو لنا، المقاومة لنا. يعني نحنا كبرنا بقلب هي الوطن، وهي الوطن انزرعت بدمنا. يعني قد ما في نقطة دم بجسدنا نحنا ما رح نستسلم. يعني نحنا رح نقاوم، لأن المقاومة إلنا لحتى الموت. نحنا يعني وحدات حماية الشعب، وحدات حماية المرأة. يعني نحنا يعني وحدات حماية الشعب عم يدافع عن كل الشعب. داعش يوم جاي بهي السلاح الثقيلة علينا، ونحن بهي السلاح البسيط عم نحارب يعني قدامه. يعني نحنا ما رح نستسلم.